قلنا لو انا عايزه يوسطن الكلام ويحطه في النص ويحط على يمينه مسافات وبعديه مسافات متساوية بحيث الكلام يكون في النص لو انا عايزه بعدد كاركترز معينة، زي ما احنا قلنا بالظبط اهو. سنتر اوف 30 معناها خد السترنج اللي اسمه ماي نيم از خليل ووسطنه وحط مسافات بعده ومسافات قبليه متساويه. يعني لو خليل مثلا 10 20 حرف، ماي نيم از خليل 20 حرف، يبقى هيحط قبليه خمسه وبعديه خمسه بحيث يكون المجموع ده كله 30 ايه؟ بحيث يكون المجموع كله 30 حرف. ده الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. لو انا عايز اقول له بعد اذنك يا بايثون حاز الكلام على الشمال وبعد الكلام اعمل مسافات على اليمين بحيث يكون المجموع 30. ها، بعد إذنك يا بايثون حاز الكلام على الشمال وبعد الكلام اعمل مسافات على يمينه بحيث يكون المجموع 30. لو قلت له رن يبقى هو راح كتب الكلام على الشمال، بس خد بالك مجموع بص اهو، يعني اللي انا مظهر له ده كله هو عباره عن 30 حرف، لكنه راح حذا الكلام، عمل محاذاه للكلام على الشمال ويمين الكلام زوده بمسافات عن طريق الامر اللي اسمه اللي جاست. الامر اللي اسمه اللي جاست، وقلت لك نخلي الامر اللي هو المتغير اكس، نخلي المتغير هو عباره عن ايه؟ نخلي المتغير بتاعنا هو عباره عن اكس. كويس جدا. يبقى لو انا عايز احازي الكلام ناحيه الشمال ويضيف مسافات على يمينه بس يقف عند الحد اللي انا مديهوله اللي هو 30 او 40 او اكتر، فانا هقول له اكس اللي هو المتغير بتاعي دوت ال جاست. طيب لو انا عايز اخليه يحازي الكلام بتاعي على اليمين، يعني يكتب الكلام على اليمين ويضيف على شماله مسافات متساويه، نفس الحكايه. هقول له ار جاست. ار جاست يعني ايه؟ بعد اذنك يا بايثون اكتب الكلام على اليمين وسيب مسافات متساويه على شماله بحكم ان الكل يبقى ايه؟ يبقى 30 كاركتر. ان الكلام المكتوب بالفاضي بالمسافات الفاضيه يبقى ايه؟ يبقى 30 كاركتر. طيب حد هيقول لي يا دكتور هو انا كل مره هسيب مسافات فاضيه؟ انا ما ينفعش اعمل حاجه تانية غير مسافات. هقول لك اه، خد بالك انت ممكن تعمل محاذاه للكلام على اليمين او على الشمال او في النص وتحط اي علامه تحبها مكان المسافه. ازاي؟ هقول لك مثلا لو انت عايز تعمل محاذاه للكلام على اليمين هستخدم الامر اللي اسمه ار جاست وتملى الشمال بنجوم. وتملى الشمال بايه؟ وتملى الشمال بنجوم. اهو هقول له اكتيفيت اهو اكس دوت ار جاست 30 ها، بحط النجمه ما بين سترينج. لما اقول له رن هيعمل لي ايه؟ هيكتب لي الكلام على اليمين ويملى شمال الكلام بنجوم بحيث ان يكون مجموع الحروف كلها 30 حرف. بحيث يكون مجموع الحروف كلها ايه؟ بحيث يكون مجموع الحروف كلها 30 حرف. نفس الحكاية لو انا عايزه يكتب الكلام على الشمال ويضيف لي يمينه استريكس او نجوم بحيث يكون المجموع كله 30 حرف، استخدم الامر اللي اسمه اللي جاست. برضه ما انساش اخلي المتغير هو اي حاجة تانية غير الكلمات المحجوزة. يبقى لما اقول له اهو راح كتب الكلام على الشمال لان انا قايل له اللي جاست، بقول له اكتب الكلام على الشمال وبعد إذنك زود يمين الكلام نجوم بحيث يكون السترنج كله أو الحروف كلها لا تتعدى ال 30 إيه؟ لا تتعدى ال 30 حرف. واحد تاني يقول لي طب يا دكتور لو عندي سترنج معين وعايز أملى شمال السترنج ده أصفار، إيه المانع يعني؟ عادي جدا 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 هعمل نفس الحكاية. أنا هخليه يملى شمال الإيه؟ شمال السترنج بتاعي اصفر. انا هنشط بس كده الامر بتاعي اهو. انا عرفت متغير اسمه اكس، حطيت جواه سترنج اسمه 1 2 3 4 5. خد بالك بقى بعد كده بقول له ايه؟ بعد كده بقول له اكس دوت زي فيل. زي فيل يعني ايه؟ يعني املا وبديله 10. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول له يا واسم بعد اذنك روح اكتب
الاسترنج على اليمين واملى شمال الاسترنج ده باصفار لغايه اما توصل عددهم كلهم ل10. يا بايثون بعد اذنك روح اكتب الاسترنج ده على اليمين واملى شماله باصفار لغايه اما يوصل عددهم كلهم ل10. بص لو قلت له رن راح كتب الاسترنج على اليمين وملى شماله باصفار لغايه اما وصل طول الاسترنج بتاعي كام؟ لغايه اما وصل طول الاسترنج بتاعي ل 10 ايه 10 احرف او 10 اعداد ارقام يعني. طيب برضه هخليها عباره عن اكس ما يبقاش كده استرنج بالشكل اللي احنا بنقول عليه. نتعلم عشان ما نغلطش بعد كده. لو عايز تسأل هل كل الحروف المستخدمة ألفابيتك ولا لا؟ هل كل الحروف المستخدمة ألفابيتك ولا لا؟ لو مش كلها ألفابيتك يعني طلع فيها رمز زي آت أو زي اس دولار أو زي علامة في المية أو أيا كان المفروض يقول لي فولس. لو كلها ألفابيتك حروف أبجدية المفروض يقول لي إيه؟ يقول لي ترو. لو أنا بقول له أنا هعرف متغير اسمه إكس هحط جواه السترنج اللي اسمه ماي نيم از خليل واقول له اكس دوت از الفا از ايه از الفا يعني هل المتغير كل الحروف اللي جواه هي الفابيتك ولا لا. بقول له ايه بقول له رن قال لي فولس. الله لا 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 ده كلها يا عم الفابيتك اهي ماي نيم از خليل. ليه قال لي فولس؟ هقول لك انت بقى خد بالك هو بيحسب المسافات كما لو كانت ما هياش الفابيتك. بيحسب. فاكر لما كنت بحول السترنج الليست وبعد كده بقول له سورت فطلع لي المسافات كلها قدام حرف الاي. ليه؟ لان هو بيحسب المسافات ان هي مش الفابيتك. عشان كده على طول قمت جاي في الامر اللي بعديه وقمت قايل لك ايه نفس السترنج كتبته بس ما سبتش بينه مسافات وسالت نفس السؤال از الفا اكس دوت از الفا هل اكس از الفا. لما اقول له ران هيقول لي ترو. ليه؟ لان هو انا شايف ان كل السترنج عباره عن ايه؟ شايف ان كل السترنج عباره عن حروف وبالتالي قال لي ايه؟ وبالتالي قال لي ترو. ونفس الحكايه لو انا جيت برضو قمت قايل له هنا عرفت الاكس كما لو كان سترنج بس خد بقى جوه السترنج حرف ات او اس دولار مثلا ازود هنا مثلا ايه ممكن ازود هنا اس دولار او ازود مثلا شباك اي حاجه ممكن تزودها معناها ان انت بتخلي السترنج مش كله حروف. وبالتالي لما تقول له اكس دوت از الفا هيقول لك ايه مش الفا هيقول لك ايه هيقول لك فولس. ليه لان انت حاطط عندك الرموز والاحرف اللي هي ايه اللي هي ات واس دولار والحاجات دي كلها هو ما يعرفهاش. طيب برضو في حتة مهمة جدا جدا ممكن نستخدمها في بعض الأحيان. لو أنت عايز تحذف المسافة اللي على يمين السترنج بتاعك. لو عايز تحذف المسافة اللي على شماله أو اللي على يمينه عادي جدا ما فيش أي مشكلة يعني. لو عايز أحذف المسافة قبل أو بعد الكلام وأخليه فقط يطبع لي الكلام اللي أنا عايزه. عند امر جميل جدا اسمه امر استريب. اسمه ايه اسمه استريب بس هخلي المتغير اسمه اكس. الامر استريب ده بيعمل ايه؟ الامر استريب امر جميل جدا جدا جدا. الامر ده كل اللي بيعمله اللي هو بيقوم رايح شايل المسافات اللي على يمين وشمال السترنج وظاهر لي السترنج زي ما هو. يبقى لما اقول له اكس دوت ستريب هيشيل المسافات اللي على يمين وشمال حتى لما ظللت اداني الكلام فقط ما ظلليش حاجه على يمينه لا اداني الكلام بس. يبقى وبرضه نفس الحكايه اهو نفس الحكايه لو انا قمت جاي هنا وقمت منشط الامر ده انا سايب مسافه على شماله ومسافه على ايه ومسافه على يمينه. لما اقول له برضه اه هنا بقى حاجه لو انا قلت ستريب بس ده جميل جدا هيشيل لي المسافه اللي على اليمين ولا على الشمال. هشيل كلمه ار دي اهي واقول له ستريب هيعمل لي ايه زي ما احنا شايفين قام رايح طابع لي الجمله بتاعتي زي ما هي يعني شال المسافه اللي على اليمين والمسافه اللي على الشمال. طب لما اجي هنا اقول له ار ستريب ديت معناها ايه معناها
بقول له يا بايثون بعد إذنك احذف لي أي مسافة من اليمين فقط. احذف لي إيه؟ احذف لي أي مسافة من اليمين فقط وسيب المسافة اللي على الشمال. وبالتالي لو قلت له رن، شوف الجمال، حذف المسافة اللي على اليمين وساب اللي على إيه؟ وساب اللي على الشمال. طب لو أنا عايزه يحذف المسافة اللي على الشمال ويسيب اللي على اليمين، نفس الحكاية، بس هنا هقول له ليفت ستريب اللي هي ال ستريب. لما اقول له ال ستريب انا سايب مسافتين اهو، مسافه من على الشمال ومسافه من على اليمين، وهقول له رن. هو هنا عمل ايه؟ راح شال المسافه اللي على الشمال وساب المسافه اللي على اليمين، عشان كده لما ظللت ظهرت لي المسافه اللي على اليمين. يبقى ال ستريب بتعمل ايه؟ بتشيل المسافه اللي على الشمال وتسيب المسافه اللي هي على ايه؟ اللي هي على اليمين. برضو في حاجه تانية كويسه جدا جدا نقدر نعملها. لو بدل من المسافة موجود نجوم، لو بدل من المسافة كان موجود إيه؟ كان موجود نجوم أو موجود أي حاجة تانية، أي علامات مميزة موجودة عندي في الكود بتاعي. أنا في الحالة بتاعتي دي عندي مجموعة من النجوم يمين وشمال السترنج بتاعي. هنا في الحالة دي أنا بعمل إيه؟ برضو نفس الحكاية. لو أنا عايزه يسترب النجوم كلها، بقوم قايل له إكس دوت ستريب، وادي له الحاجه اللي انا عايزه يعمل لها ايه؟ يعمل لها ستريب. يبقى هنا كاني بقول له شيل علامه النجمه من على اليمين ومن على الشمال، وبالتالي لما اقول له رن هيطبع لي ماي نيم از خليل. هيطبع لي ماي نيم ايه؟ ماي نيم از خليل. طيب نفس الحكايه، لو انا عايزه يشيل علامة النجمة من على اليمين ويسيب اللي على الشمال، نفس الحكاية، أقول له ار ستريب. لما أقول له ار ستريب وفي نجمة، هيقوم رايح شايل علامات النجوم اللي هي في اليمين ويسيب اللي هي في الناحية الشمال. برضو لو أنا عايزه يشيل لي النجوم اللي هي في الشمال ويسيب اللي موجودة في اليمين، هقول له ال ستريب. هقول له إيه؟ هقول له ال ستريب واقول له رن. بس طبعا لازم اديله الحاجه اللي هو هيشيلها، لان انا عندي نجوم. لما كنت بسيبها فاضيه يبقى عارف ان هو هيشيل المسافات. يبقى لما اقول له ال ستريب في الحاله دي هيشيل النجوم اللي هي على الشمال ويسيب النجوم اللي هي موجوده فين؟ ويسيب النجوم اللي هي موجوده على اليمين. هنا انا عامل مثال ظريف كده عشان الناس تقول لي ما هو خارج الكود الصغير الجميل اللي هو قدامنا ده. دلوقتي انا عرفت متغير اسمه اكس، حطيت فيه القيمه اللي هي ماي نيم اس خليل كسترنج. بعد كده بقول له واي هي عباره عن اكس دوت ار جاست اوف 40 كوما شباك، وزي هي عباره عن اكس دوت ال جاست 40 كوما اس دولار. واقول له برنت اكس. ها، لما اقول له برنت اكس هيديني ايه؟ شاطر، هيديني السترنج زي ما هو. طب لما اقول له برنت واي المفروض يديني ايه؟ لما اقول له برنت واي، انا خد بالك الامر اسمه ار جاست، المفروض هيكتب الكلام على اليمين ويحط على شماله شباك بحيث يكون طول السترنج كله 40. نخليها 30 عشان نشوفها على الشاشه كويس اهو. يبقى في حاله الواي هيعمل لي ايه؟ هيكتب الكلام على اليمين لان انا قايل له ار جاست، قايل له ار جاست. هيكتب الكلام على اليمين ويحط شماله شباك بحيث يكون طول السترنج كله 30. طب زي هتبقى عباره عن ايه؟ انا قايل له ال جاست، بالتالي هيكتب الكلام على الشمال ويحط على يمينه اس دولار بحيث يكون الكلام كله طوله 30 اهو. كتب الكلام على الشمال في زي وزود على شماله على يمينه اس دولار بحيث يكون الكلام كله طوله 30. وفي حالة الواي كتب الكلام على اليمين لان انا قايل له ار جاست، وزود شماله علامة الشباك بحيث يكون كله 30، واكس طبعها لي ايه؟ واكس طبعها لي زي ما هي. نفس المثال ده برضو مثال تاني انا مديهولكوا هنا بالشكل ده، برضو هو شبهه بالظبط، بس انا زودت عليه الامر اللي اسمه ايه؟ الامر اللي اسمه استريب. معرف متغير اسمه اكس، حطيت جواه السترنج اللي اسمه ماي نيم اس خليل، وواي هي عباره عن اكس دوت ار جاست. هيكتب الكلام على اليمين ويزود شماله علامه الشباك بحيث يكون السترنج كله طوله 40.
طب زي هي عباره عن ال جاست، هيكتب الكلام على الشمال ويزود على شماله علامة الاس دولار، بحيث يكون السترنج كله طوله 40. طب ايه هي عبارة عن ايه؟ واي دوت ستريب الايه علامة الهاش الشباك، يعني دي كأن بقول له شيل العلامات واطبع الجملة فقط. طب وبي هي عبارة عن زي دوت ستريب، كأن بقول له برضه ستريب الايه اس دولار، كأن بقول له شيل علامة الاس دولار واطبع لي الايه السترنج من غير اي حاجة. وبالتالي لما اقول له رن هيديني الكلام اللي احنا شرحناه دلوقتي زي ما شفنا مع بعض.